السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيفكم يا ألطف وأجمل متابعات؟ هلا والله بسندي، هلا والله بحبيباتي، وهلا والله فيكم بقناتي بيتي الثاني وخواتي. ربي يسعد قلوبكم. وبعد عناء وبعد مشقة وصلت 4000، وأقول ربع ولا كيف يعني هم 17. الحمد لله رب العالمين يا بنات. حابة أشكر المخضرمات اللي معايا من أول فيديو. ربي يسعد قلوبكم وحياكم الله. وهذا الكوب يا بنات هذا أكبر من هيثم، تخيلوا. أو أنا حامل فيه والله ما أدري. ممكن هيثم الحين عمره 11 سنة ما شاء الله تبارك الرحمن، أصلا واضح من الرسمة بقى خلاص. طبعا هنا يا بنات العائلة الكريمة والمصونة هجمت على مفرزناتي وأكلتها، عليهم بألف ألف عافية. هذه آخرة الهجولة يا بنات. خلصت الفيديو أمس ونزلته، وأخذت عيالي وخذيت ثلاجة كرك أو عدني حليب عدني، ونزلت البرحة. حصلت كذا حريم دايم يتجمعون هناك. والله البوادي أحلى شي فيه ناسه، كذا يجي العصر وكذا يخرجون مثل الجراد المنتشر، ما شاء الله عليهم. وهذه تتعرف على هذه وهذه تتعرف على هذه لين نصير مجموعات. طبعا أخذت ثلاجتي ونزلت أنا وثموري يلعب شوي. طبعا ثموري والله تعبان حلقة. واللي كنت راح أنزل معاكم يا بنات تنظيف المطبخ العميق، بس شكلي ما راح أصور لأني أبي أبدأ بالتجديدات وأنا لسه بتبوك، خايفة أمشي ولسه لأني وعدتكم بالتجديدات. فإن شاء الله بإذن الله إني أحاول أنزل معاكم. طبعا يا بنات بما أني طلعت مفرزناتي راح أستغل الوقت أريح نفسي وأسوي من الفرزنات وأسوي حشوات رهيبات وجميلات ولذيذات. وأقول لكم بلمح البصر كذا وانت تكين وتسولفين. شهد طبعا كانت على راسي، وطبعا حشت معي أقماع، بس والله ما أدري وين راح الفيديو. ما قصرت، ربي يسعد قلبها. راح تشوفونها مرة إيدي مرة إيدها. صرت كذا أدخلها معايا بالأشياء هذه البسيطة لأني أبي أمردقها مردقة في رمضان. تشتكي بس خلوكم شوي معايا. الخلطة يا بنات سهلة، سويتها أظن من قبل. حطيت طماطم، وكان ودي عندي فلفل رومي بس إني فرزنته كله، ما حبيت أحط إلا شيء طازج، وبصل أخضر وتونة، وراح أحط جبن، وراح أحط صوص يا بنات وبس. كان المفروض أحط شوية مايونيز بس ما كان عندي، بس عادي. أهم شيء النكهة كذا حلوة رهيبة يا بنات تبارك الرحمن. زي ما قلت لكم يعني ما أخذ مني ولا وقت نهائي. طلعت الأقماع حطيتها بالميكروويف ذابت شوي، والفطاير اللي حطيتها بالصينية كانت عادي جامدة، بس حطيتها بالفرن. حطيت من تحت شغلتها من تحت علشان تتحمر وتاخذ راحتها. تبارك الرحمن يا بنات ما شاء الله. طبعا واحدة من متابعاتي تقول خذي هذا المفرش وحطيه تحت الفطاير. طبعا غسلته، ويوم غسلته انكمش شوي وخفت، كان المفروض أقول ما أغسله، بس كويته كذا والحمد لله رجع لوضعه الطبيعي. طبعا إن شاء الله بإذن الله إني أخليه بس كذا للتصوير وللفطاير والأشياء هذه. طلع رهيب ما شاء الله مع التصوير. وحاولت كذا أزين يا بنات الفطاير. طبعا ما أدري كيف ليش هذا الفرن يحمرهم مرة، مع أنه بالأول يا بنات والله العظيم إني أجلس بالساعات عند الفرن، بس أكيد إنه من السكر يا بنات. مين مجربة يعني تكثر السكر على الفطاير ويتحمرون معاها؟ أنا أول مرة يتحمرون معاي الفطاير بهذا الشكل، بس يا بنات فيهم لدعة سكر، يعني سكر زايد حاجة بسيطة، بس والله معطيها طعم لذيذ. أبدا ما كرهت الطعم، طعمه لذيذ. وكمان يا بنات أنا أكثر الحليب، يعني الموية يا دوبك ممكن نص كوب، أغلبيتها حليب. وكمان تشوفوها زي القطنة تبارك الرحمن. هنا ندخل على الحشوة الثانية، أسهل من كذا يا بنات ما فيه. طبعا كنت أبي حشوة ثانية غير التونة والأشياء هذه، أبي حشوة ثانية لأن الأقماع ما شاء الله كثيرة. هو عشاء لأني ما سويت ولا عشاء ولا شيء، والله مو عشاء ولا غدا أصلا، لأني أكلنا أشياء كذا حاجات بسيطة من البيت. أظن سوينا اندومي وأشياء لأن عيالي يختبرون ويروحون ينامون.
وما يصحون إلا العصر، وطبعًا يقومون ياكلون أي شي سندويتشات وأشياء هذي، وبعدين ننزل ضروري ترى ننزل يعني كان عندنا اختبار لازم ننزل. ما شاء الله زي ما قلت لكم البوادي تبارك الرحمن كذا الناس تطلع، فأولادي يحبون يطلعون، يعني يحبون ما يحبون يجلسون العصر في البيت، فوالله أنزل كذا أشم شوية هوا أنا وعيالي. طبعًا هنا يا بنات حطيت البهارات المفرومة اللي معايا عبارة عن ثوم مجفف وفلفل مجفف وكمون وفلفل أسود مفرومة، حطيت منها ملعقة، وحطيت بهارات مشكلة، وحطيت بهارات كاري. ضروري من الكاري يا بنات عشان تعطيها كذا لون حلو ومرتب. كنت بأطلع لحم دجاج بس والله ما في وقت، وكمان ما عندي معجون طماطم والأشياء هذي أبي أضبطها يعني، بس صعب إني أتأخر. قلت خلاص راح أجيب بنتها لأن أكيد راح تجي أجمل من الأم. جبت 3 بيضات وفتحتهم على الكشنة هذي، وتبارك الرحمن يا بنات والله إنها ما تفرق عن الدجاج، عن لحم الدجاج، مرة تبارك الرحمن لذيذة، بس يعتمد على التشويح. هنا هذي شهد بالله هي إيدها تشبه إيدي، في حريم كثيرات إذا نقشوا يد شهد يعرفون طبعًا يعرفونها بنتي على طول لأن يدينها زي إيدي. ندخل هنا على الكشنة يا بنات، زي ما قلت لكم حاولوا يا بنات ترفعون النار، خلاص نزلتوا البيض ارفعوا النار. ممكن في بنات كثيرات يعرفون هذه الخلطة، بس هذه أرسلتها أختي حافظة كذا في رمضان. طبعًا إحنا 3 بيوت، يعني خواتي من أبويا، أرسلت لي في علبة. طبعًا كذا نتراسل يعني جيران وزي كذا، على حسب جيران يعني، كل واحدة ترسل للثانية بأشياء. أحلى وألطف وأجمل رمضان في حياتي يا بنات بالديرة، الحمد لله. أسأل الله العظيم من الله ييسر لي أروح. وفي بنت سألتني كيف المدارس؟ عادي هي بنات، خذيت ورقة قبول يعني، شكل الله كاتب الشهادة داوم بالمدرسة اللي كنت أداوم فيها. عاد إن شاء الله بإذن الله تطلع حلوة ومرتبة في المدرسة وتبيض وجهي، لأن كنت ما شاء الله تبارك الرحمن ذو سمعة جيدة. كنت شقية ترى ها. صدق والله كنت شقية، كان لا أحد يدوس لي على طرف على طول مردغة. عاد سامحوني يا بنات إذا تعرفوني وتذكروني. هنا شوفوا الكشنة لازم تجففينها، طبعًا شهد خوافة، شهد ما هي مثلي أبد ولا تطولني أبد، ممكن تكبر وتصير مثلي. لازم تشوحونها يا بنات جيدًا، يعني لازم تكون ناشفة تمامًا. أقول لكم أختي أرسلتها بحافظة يا بنات، والله إني جلست أقلب فيها، هذه لحم دجاج طابختها مسويتها إدام والّا إيش هذي؟ تبارك الرحمن لذيذة، حطيت عليها كزبرة للنكهة بس ريحة كذا يعني. تبارك الرحمن يا بنات والله أحلى حشوة حشيت فيها. طبعًا تصلح للسمبوسة المستعجلة إذا ما كنتِ مطلعة يعني لحم دجاج على طول يا بنات والله ما تفرقين هي دجاج أو بيض. أبدًا حتى واضح. ممكن لو حطيتها لكم كذا بدون ما أكشنها قدامكم ما تعرفون هي لحم والّا بيض. تصلح يا بنات على طول يعني تحشين فيها مثلًا وتاكلونها، لأن البيض معروف يعني ما تقدرين تطولين بالوقت. هنا حشيت الأقماع أول شي بالخلطة، بس يا بنات انتبهوا للأقماع لا تكون نحيفة مثل أقماعي. مرة يا بنات الفتحة تعبتني، مرة صغيرة كان عندي أقماع قبل، ما شاء الله على الفتحة، شوفوا كيف بالقصب يعني، بس أخذت شوكة أصغر من هذي وحاولت أعبي الأقماع. طبعًا خلصت كل الكمية كلها اللي بالفريز الفطاير، باقي عندي البيتزا، بس إن شاء الله بإذن الله الليلة أسويها لأني لسه ما سويت غدا. روحت ثموري بالمستشفى لأنه كان تعبان عنده حلقة وكمان شكل داخله برد. الله يشفيه ويشفي جميع مرضى المسلمين، والله تعبني بس يلا الحمد لله. كنت أبي أسوي تنظيفات عميقة زي ما قلت لكم بس والله ما فيني، ممكن ما أصور. وشوف الجمال تبارك الرحمن، الفطاير متحمرة بزيادة، وهذه اللقاويز ترى مو مني، هذه من شهد، يعني خربت علي الحشو بس خليتها يعني على راحتها، ما حبيت أرفض إنها ما تحشي معايا. قرب الفيديو معايا يخلص يا بنات. يا ليت إني أسعدتكم بهذا الفيديو البسيط، بس حبيت أشكركم وأطل عليكم لأني راح أغيب عليكم الخميس والجمعة، ونبدأ بالتجديدات إن شاء الله يوم السبت.
إن شاء الله بإذن الله يكون معايا وقت يا بنات، وهنا خويتي كانت تاكل معايا. أقول لكم إذا ما كنتي حاطة لايك لك تحطين لايك، وتنوريني بالاشتراك بقناتي وتفعلين زر الجرس على الكل، واستودعتكم الله يا بنات بفيديوهات قادمة بإذن الله.